بأن الترجي كله متراجع إلى الخلف. الكرة ملعوبة للأمام، تدخل دفاعي، حكم المباراة لا يوجد حالة قانونية يقول مع الكرة الماضية لهذا الكرة تذهب إلى خارج أرضية الميدان. شوف الدفع باللعبة الماضية، اعتبر احتكاك طبيعي جدا. هذه الصورة أمامك، الكرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، فرصة ممتازة، مطالبة بلمسة يد، حكم المباراة يطالب بالاستمرار، لا ركلة جزاء مع اللعبة الماضية. لاعب الأفريقي يطالبون بركلة جزاء، بأن هناك ركلة جزاء مع هذه اللقطة، والحكم يطالب اللاعبين بالتوقف عن الاحتجاج حتى لا يضطر لإشهار البطاقة. الحكم يجب أن يتعامل بحزم مع اللاعبين في الدوري المحلي، يجب أن يتعامل بحزم مع مثل هذه الاحتجاجات. لماذا؟ لأنه اللاعب قد يتضرر منه المنتخب بمثل هذه الاحتجاجات التي يكون معتادا عليها. معز سقوط، يبدو لي كان في احتكاك، سنتابع موضوع السقوط لمعز بالكرة الماضية. الحكم يتدخل، يطالب بالوقوف، كمل اللعب، شايفك لا تضيع علينا الوقت. شايف مقطوع الرمية الجانبية. سليمان مرة ثانية يلعب كرة في حدود منطقة الجزاء، في سقوط ووقوع، واللعب مستمر من جانب الأفريقي. الكرة راحت إلى صالح الترجي، سليمان يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت. رمية جانبية، رمية جانبية. دخلنا في الأوقات الأكثر حساسية في المباراة جدا للأفريقي. الكرة تبعد، تعود مرة ثانية في صالح الأفريقي بالجهة اليمين، والمحاولة فيها صافرة، إعلان عن مخالفة، ركلة حرة مباشرة. الأفريقي بات أصعب، الأفريقي بات أصعب في هذه اللحظات، هو الذي أصبح أكثر خطورة. هذه الكرة اللي ممكن كان يحتاج فيها غازي ويحتاج فيها جمهور الترجي على وجود مخالفة. معز بن شرفية هو الذي صنع الخطر بالكرة الماضية، كان بالإمكان أن يمسك بالكرة الماضية، كانت أسهل من أنه يتصدى لها بهذا الشكل. في الأخير الكرة أبعدت، وفي النهاية تكون المباراة رقم 11 في الديربي. 10 مرات بقميص الترجي، مرة بقميص الأفريقي. هي هذه المباراة لفريق الباب الجديد، لفريق الباب الجديد الذي تمكن من الانتصار مع الأمتار الأخيرة في هذه المباراة. كرة اللعب اتجاه حارس المرمى، فاروق بن مصطفى يلعب الكرة، فاروق يلعب كرة إلى الأمام، يعلم بأنه خلاص هذا الوقت الأخير من المباراة. الكرة ملعوبة من جانب الترجي، احتكاك بين اللاعبين، الحكم يضبط الأمور.